الاغتيالات التي تطال المواطنين. تهديد السنة باطل، تهديد الشيعة باطل 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 باطل. حوادث الاغتيالات التي تشهدها البصرة مؤخرا أثارت قلق الشارع البصري، كون الضحية مواطنون أبرياء والقاتل جماعات ملثمة لا هوية لها ولا مكان. عدد القتلى وصل إلى 20 ضحية، وعمليات الاغتيال مورست بمسدسات كاتمة للصوت. منظمات ومواطنون تظاهروا أمام مبنى المحافظة لإيقاف لغة القتل الدائرة، محذرين من عودة سيناريو القتل الذي كان قبل 6 أعوام في مدينة البصرة من جديد. هذا الاعتصام هو وقفة احتجاجية لنرفع صوتنا عاليا وندين بقوة عمليات القتل التي تجري يوميا في البصرة والمناطق الجنوبية على أساس الهوية. نحن نعتقد أن هذه العمليات هي يراد منها تدمير السلم الأهلي والواقع الاجتماعي العراقي، حيث عاش كل الأطراف ومن كل المذاهب والأديان بمحبة وسلام ووئام لفترات وعقود طويلة. مهما كانت التبريرات ومهما كانت الحجج، نحن نرفض مبدأ القتل. هذا أولا. لا نعول كثيرا على ما سيقولون وما سيبررون من تأويل ومن من صحة أو من خطأ ما يقولون فيه. تهديد السنة باطل، باطل باطل للطائفية والتفرقة والتهميش والقتل. أصوات رددها المتظاهرون في ليلة بصرية غابت عنها ملامح الأمن والأمان. المتظاهرون اتهموا القوات الأمنية تحمل تلك الممارسات الإرهابية، مشيرين إلى تراخي الجهاز الأمني أدى إلى عودة لغة القتل من جديد. فيما ذهب آخرون إلى صراعات السياسيين وتصريحاتهم كانت وراء تلك الأعمال، كون عمليات القتل حملت بصمات طائفية. ما يحدث الآن في هذه المدينة هو بالتأكيد يتصادى إلى حد ما مع تصريحات العلواني الأخيرة، وربما يتصادى أيضا مع تصريحات وخلافات سياسية داخل قبة البرلمان. الصراع الذي يدور داخل الحكومة المحلية يبدو أنه جزء من هذه التي نتعرض لها أو يتعرض لها أبناؤنا من أهل السنة في هذه المدينة. نريد الأمن والأمان، نريد أن نعيش. المواطن العراقي وليس فقط البصري يريد أن يعيش بأمان بسلام، يريد ينام ومن يقعد ما يسمع صوت القلق ولا يسمع أنه جارا قتل أو ابنا قتل. لا يمر يوم في البصرة إلا ونشاهد ضحية مرمية على قارعة الطريق أو طفلا مقتول. مسلسل جعل من الجهات الأمنية في موقف محرج، لا سيما وأن تصريحاتهم الإعلامية تشير إلى استتباب الأمن في البصرة، بينما الواقع أثار استغراب المواطن البصري في ازدياد عمليات القتل العشوائي من أطفال ونساء ورجال. كلا للاستهداف الطائفي، هكذا رفعت اللافتات من قبل أهالي البصرة لإيقاف نزيف الاغتيال العشوائي والخفي، مطالبين الحكومة المحلية والقوات الأمنية بعدم الرجوع إلى المربع الأول. أحمد عبد الصمد، الفيحاء، البصرة. أكد خبراء وبرلمانيون ضرورة